أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، يا الله يا رحمن يا غفور يا رحيم. نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، من سمعي وبصري وكلامي وفؤادي، يا الله يا رحمن يا غفور يا رحيم. نستغفر الله لنا ولوالدنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين، يا الله يا رحمن يا غفور يا رحيم. صلى الله على النبي محمد خير الورى، خاتم الرسل شافع الأنام، بدر التمام نور تجلى، وعلى آله وصحبه ذوي الهدى، وعلى آله وصحبه ذوي التقى. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. صلى الله ربنا على نور العالمين محمد المصطفى سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ببركة صلواتنا على العدو فانصرنا، ببركة صلواتنا على العدو فانصرنا. نحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون لرضاء الله تعالى ورسوله، ثم إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
وسلم. ثم إلى روح سيدي أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي رحمة الله عليه، لهم أجمعين الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الرحمن جل جلاله الرحيم جل جلاله الملك جل جلاله القدوس جل جلاله السلام جل جلاله المؤمن جل جلاله المهيمن جل جلاله
العزيز جل جلاله الجبار جل جلاله المتكبر جل جلاله الخالق جل جلاله البارئ جل جلاله المصور جل جلاله الغفار جل جلاله القهار جل جلاله الوهاب جل جلاله الرزاق جل جلاله الفتاح جل جلاله العليم جل جلاله القابض جل جلاله الباسط جل جلاله الخافض جل جلاله الرافع جل جلاله المعز جل جلاله المذل جل جلاله السميع جل جلاله البصير جل جلاله الحكم جل جلاله العدل جل جلاله اللطيف جل جلاله الخبير جل جلاله الحليم جل جلاله العظيم جل جلاله الغفور جل جلاله الشكور جل جلاله العلي جل جلاله الكبير جل جلاله الحفيظ جل جلاله المقيت جل جلاله الحسيب جل جلاله الجليل جل جلاله الكريم جل جلاله الرقيب جل جلاله المجيب جل جلاله الواسع جل جلاله الحكيم جل جلاله الودود جل جلاله المجيد جل جلاله الباعث جل جلاله الشهيد جل جلاله الحق جل جلاله الوكيل جل جلاله القوي جل جلاله المتين جل جلاله الولي جل جلاله الحميد جل جلاله المصيب جل جلاله المبدئ جل جلاله المعيد جل جلاله المحيي جل جلاله المميت جل جلاله الحي جل جلاله القيوم جل جلاله الواجد جل جلاله الماجد جل جلاله الواحد جل جلاله الأحد جل جلاله الصمد جل جلاله القادر جل جلاله المقتدر جل جلاله المقدم جل جلاله المؤخر جل جلاله الأول جل جلاله الآخر جل جلاله الظاهر جل جلاله الباطن جل جلاله الوالي جل جلاله المتعالي جل جلاله
الرقيب جل جلاله العفو جل جلاله الرؤوف جل جلاله المالك الملك جل جلاله ذو الجلال والإكرام جل جلاله المقسط جل جلاله الجامع جل جلاله الغني جل جلاله المغني جل جلاله المانع جل جلاله الضار جل جلاله النافع جل جلاله النور جل جلاله الهادي جل جلاله البديع جل جلاله الباقي جل جلاله الوارث جل جلاله الرشيد جل جلاله الصبور جل جلاله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. اللهم إني أتقرب إليك بالصلاة على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك سيد المرسلين صلى الله عليه وعليهم أجمعين امتثالا لأمرك وتصديقا له ومحبة فيه وشوقا إليه وتعظيما لقدره ولكونه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أهلا لذلك فتقبلها مني بفضلك واجعلني من عبادك الصالحين ووفقني لقراءتها على الدوام بجاهي عندك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إني نويت بصلاتي على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمرك وتصديقا لنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة فيه وشوقا إليه وتعظيما لقدره ولكونه أهلا لذلك فتقبلها مني بفضلك وإحسانك وأذل الحجاب وغفلتي عن قلبي واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم زد شرفا على شرفه الذي أوليته وعزا على عزه الذي أعطيته ونورا على نوره الذي منه خلقته وعلي مقامه في مقامات المرسلين ودرجته في درجات النبيين. وأسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين مع العافية الدائمة والموت على
الكتاب والسنة والجماعة وكلمة شهادة على حقيقتها من غير تفليل ولا تغيير واغفر لي ما ارتكبته بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم إلهي بجاه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندك ومكانته لديك ومحبتك له ومحبته لك وبسر الذي بينك وبينه أسألك أن تصلي وتسلم عليه وعلى آله وصحبه وضاعف اللهم محبتي فيه وعرفني بحقه ورتبته ووفقني باتباعه والقيام بآدابه وسنته وأجمعني عليه ومتني برؤيته وأسره بمكالمته ورفعني العلائك والأوائك والوسائط والحجاب وشلم سمعي معه بالذي بالخطاب وهيني لتلقي منه وأهلني لخدمته واجعل صلواتي عليه نورا نائرا كاملا مكملا طاهرا مطهرا ماهيا كل ظلم وظلمة وشرك وكفر وزور ووذر وجنها سببا للتمحيص والمقل أنال بها على مقام الإخلاص والتخصيص حتى لا يبقى في ربانية لغيرك وحتى أصلح لحضرتك وأكون من أهل خصوصيتك مستمسكا بآدابه وسنته صلى الله عليه وسلم مستمدا من حضرته العالية في كل وقت وحين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا حق يا مبين يا حق يا مبين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين.